خلاصه الموضوع ده، الجواز ده زي البطيخه، يا تطلع حمرا يا تطلع قرع. بيبقى قبل الجواز جميل ولطيف وحلو وزي الفل، وبعد كده ممكن يتحول. انت شفتي البطيخ اللي من غير بذر؟ ده تحفه. ده شفتي المنجاوي ده بقى ايه بقى؟ انا عايزه افهم الجوازه اللي من غير بذر. لا دي خطوبه. دي ايه بقى بالظبط؟ لا دي ماشيه منجاوي كده لونه اصفر. الجوازه 2022. الجوازه اللي من غير بص بذر. الستات راحوا فين؟ سابوا الجواز والخطبه وراحوا للبطيخ اللي من غير يا جماعه انا شايفه نصيحتي كده خلاصه الكلام ده، ان اي بنت لسه هتتجوز، اتجوزتي واتفاجئتي، ثقي تماما ان مفيش حد كامل، وان هو فيه عيوب وانت فيكي عيوب، انت مش ملاك برضو يعني. فانت الملائكه ده يا جماعه هنلاقيهم في الجنه بقى لما نموت ان شاء الله. فلازم هنلاقي حاجه ناقصه، فلازم نحاول نعمل نفسنا مش واخدين بالنا على الحاجه الناقصه دي. لكن ان احنا هنلاقي فارس الاحلام اللي شيرين بتدور عليه، انه في كل حاجه حلوه، مش هنلاقي. فكل ست تمشي امورها بالطريقه يا ياسمين اللي تبسطها، بالطريقه اللي تنجح حياتها. لا بس عايزه اقول حاجه، العيب اللي انت كلامك صح جدا، بس العيب ده بيختلف تقبله من ست للتانيه ومن راجل ليه؟ انا مثلا كياسمين اهو، دي حقيقه، يستحيل لو طبقت السما على الارض اعيش مع راجل بخيل. يستحيل، مش ممكن، لان البخيل في فلوسه، بخيل في مشاعره، في مشاعره، في واحده تانية تقول لك انا عايشه على قد اللي مع جوزي، المهم ان انا ادل راجل ولا ادل حيط. واحده تانية تقول لك يستحيل اخد غير الراجل الفرفوش النعنوش اللي بيسيبنا البس. لا بس بوسي قالت حاجه لطيفه جدا، قالت الجواز ده اسمه ونصيب. لكن بما ان احنا النهارده بنتكلم على فقره الخطبه او في موضوع الخطبه، لان احنا كمان الحلقات اللي جايه كلها هنتكلم بقى على الرجاله والصالونات والحاجات دي كلها والمواصفات وكل حاجه. بس يمكن اللي انا شايفاه من وجهه نظري كبنوته لسه ما اتجوزتش، لكل البنات بلاش ترفضي حته ان اهلك ياخدوكي علشان مثلا يعرفوكي على حد صالونات، عيله مع عيله، مامتك مثلا اتعرفت على واحده في النادي هي قايمه بدور الخطبه، فبالتالي هي جايبه لك ولد محترم جدا، جايز يكون الراجل ده ممكن يبقى حبيب الروح ويبقى فعلا انسان كويس. بلاش الرفض اللي بيجي من البنات، انا ما اتجوزتش صالونات، انا ما اعرفش ايه، لازم اتعرف عليه، لازم احبه. يعني نرجع شويه كده، ندي فرص للرجاله، والرجاله تدي فرص للبنات يتعرفوا على بعض في الاطار العائلي ده، يمكن تنجح يعني، الله اعلم. ففكره الخطبه مش مرفوضه، فكره الخطبه مش حاجه وحشه، مش معناها ان البنت عانس، ومش معناها ان البنت مش لاقيه فاهلها بيدللوا عليها، لا، هو بس اداه او آلة للتواصل فقط لا غير.